اللي عندنا، ونترك الكلمة لمنصور عبد العزيز للتعليق على الشوط الأخير لهذا اليوم مسافة 2000 متر، ونظرة ثاقبة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان الله يطول لي عمره ويحفظه نائب رئيس الهيئة العليا لانطلاقة آخر الأمسيات لهذا اليوم. الكلمة لك منصور عبد العزيز للتعليق على هذا الشوط. في البوابة رقم 4 وثم يأتي فضاء في دخوله إلى البوابة رقم 3 مع الفارس روبرت كاثي. بريش ياخذ موقعه في البوابة رقم 6 بانتظار فضاء. إذن الجهات جميعها في بوابات الانطلاق. إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الثامن انطلاقة بطيئة لإمبريسيس من البداية، بينما المرشح الثاني بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق من البداية بفارق طول عن باهيميان ديزرت اللي يحتل المركز الثاني، وثم يأتي في المركز الثالث فضاء، بينما المركز الرابع يأتي بريش. هنا بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي بريش بفارق نصف طول في المركز الثاني. فضاء بمحاذاة السياج يأتي في المركز الثالث، وبهيميان ديزرت بجانبه، وأيضا تليفونو، ولا زال بوتنتيت وبريش. إذن بوتنتيت بفارق رقبة يتصدر السباق عن بريش اللي يحتل المركز الثاني، وثم يأتي في المركز الثالث بهيميان ديزرت، بينما فضاء يحتل المركز الرابع، وثم يأتي تليفونو في المركز الخامس، وبريشر بوينت في المركز السادس، وأيضا لدينا فضاء. إذا لا زال بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق من البداية وحتى الآن. أما الآن بوتنتيت وبريش خطوة بخطوة الآن، وثم يأتي باهيميان ديزرت في المركز الثالث، وبريشر بوينت في المركز الرابع، وفضاء بمحاذاة السياج في المركز الخامس، وثم يأتي امبريسيس وأيضا تليفونه. هنا الدخول في آخر 600 متر من السباق، ولا زال بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق، وثم بريش يأتي في المركز الثاني، وهنالك أيضا محاولات من قبل تليفونو. إذا لا زال بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي في المركز الثاني بريش، ولا زال إذا بوتنتيت وبريش الآن في آخر 200 متر من السباق، ولا زال بريش وهنا بوتنتيت. إذا بوتنتيت وبريش في آخر الأمتار. إذا بوتنتيت وبريش فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا بوتنتيت ما ينتزع صدارة الشوط الثامن والأخير. المركز الثاني بريش، المركز الثالث جاي. بريشر بوينت لو كان يعني خاض سباق لا تروح عنده كلمة ثانية. اندفاع ولا أروع من بريشر بوينت، وأيضا بريش حقق مستوى عالي جدا. فضاء أبدع في المركز